تخيل إن في مادة بتلف في دمك سنين من غير أي أعراض تقريبا، وفجأة تكتشف إنها بدأت تقفل شرايينك. المادة دي اسمها الكوليسترول. أنا أحمد ماضي، صيدلي الأسرة، هكون معاكم على مدار الأسبوع عشان نناقش حاجات كتير بتقابلنا في حياتنا اليومية. يلا بينا نبدأ حاجة منهم. والغريب إن الكوليسترول مش كله ضار، جسمك محتاجه أصلا لبناء الخلايا والهرمونات. المشكلة بتحصل لما النوع الضار يزيد. الأكل المقلي والوجبات السريعة وقلة الحركة وزيادة الوزن كلها من أشهر أسباب ارتفاع الكوليسترول الضار. لما الكوليسترول الضار يزيد يبدأ يلتصق بجدار الشرايين، ومع الوقت تتكون ترسبات دهنية تضيق مجرى الدم. والأخطر إن أول عرض للكوليسترول العالي عند بعض الناس ممكن يكون جلطة أو أزمة قلبية مفاجئة بعد ما الشرايين تكون ضاقت بالفعل. عشان كده فحص الكوليسترول مهم حتى لو حاسس إنك كويس. أكل صحي، حركة أكتر، متابعة دورية ممكن تحمي شرايينك قبل فوات الأوان. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتوا. شير وفولو عشان غيرك يستفيد.